السلام عليكم. قصتنا لهذا اليوم هي قصة الشهيد القائد عباس رحيم يوسف الصيمري، اللي كان ضحية المجتمع قبل لا يصير ضحية الحكومة. عباس من مواليد 1991 من سكنة محافظة البصرة، وبالتحديد التنومة. كان أعزب وعايش ويا عائلته المتكونة من 3 أخوات و4 أخوان. ترك الدراسة بصف الأول متوسط لأسباب خاصة، واتجه بعدها للشغل، وآخر فترة اشتغل بيها ببسطية، بيها مي وعصير وأشياء بسيطة حتى يعتمد على نفسه ويعيش بيها. عباس كان يحب الطوبة هواي، كان يلعب بفريق شعبي بالبصرة، وكان صوته كلش حلو. الله اعطاه موهبة الصوت اللي استغلها بحبه لأهل البيت وبقراءته للقصائد الحسينية بالمجالس اللي يروح لها. طبعا بكل سنة يروح مشي بالزيارة الأربعينية، وجدا متعلق بالإمام الحسين وفعلا مقتدي به ويمشي على خطاه. كان يحب الحشد كلش هواي، صح ما شارك بمعارك التحرير، لكنه كان دائما يلبس ملابس الحشد حتى يروح يودي مساعدات للحشد الشعبي. عباس كان ضحية مجتمع قبل لا يصير ضحية للحكومة. تأذى هواي من الناس وتنمرهم عليه، لأن كان مريض بمرض اسمه داء الثعلبة، اللي بسببه فقد شعره وحواجبه بشكل كامل. بس مع هذا كان قوي ويضحك ويشاقه ويضم بقلبه، وما يحب يطلع قدام الناس بشكل مو حلو. لذلك كان دائما يلبس شعر مستعار ويرسم حاجبه. مع هذا المجتمع ما يرحم أحد، كان دائما يتعرض للتنمر من عديمي الرحمة والإنسانية. ومثل كل الشباب طلع عباس ببداية الثورة حتى يطالب بحقوقه المشروعة، لكن للأسف استشهد بأول يوم. بسبب الاستشهاد حسب الشهود دهس بسيارة حكومية قرب فلكة البحرية بيوم 25/10/2019، وبلحظة استشهاده وقع الشعر المستعار وشافوه الناس بدون شعر، لكن بوقتها كان طالع كلش حلو، لأن الناس الأول مرة تشوف قلب عباس وروحه وما تركز على شكله. عباس كان حاس بروحه راح يستشهد، لأن نزل ستوري قبل ليلة من استشهاده وكتب بيه شو وقت يجي الصبح حتى اطلع الظاهر ويا اخوتي واموت. وفعلا استشهد ورا هالستوري بساعات، وترك اهله واخوته واصدقائه ووالدته بحاله تبكي الصخر. لكن بالخصوص والده تاثر جدا، وكتب بعد استشهاده: لجل رباك صوب الضيم ساعات ساعة يعتني وقت بضيج، ساعات انهدم حيل يا ابوي عليك، ساعة ناع الموت دق بابي علي.